طيب النهارده خلونا بقى نعمل شويه مخلل حلوين ينفعونا جنب اي اكل، بجد تحفه. وهنعمله باذن ربنا بطريقه حلوه جدا جدا. ولو انت مبتدئه ونفسك تعملي مخلل ليمون بطريقه سهله، اتفرجي معايا على الفيديو للاخر، لان فيه تريكات حلوه جدا جدا باذن ربنا هتنجح معاكي اي طريقه مخلل، هتنجحه باذن ربنا من اول مره. وكمان هنعمل ملحه مظبوط جدا جدا، يعني ينفع اي حد ياكل منه، ومستحيل يعمل معاكي على الوش ريم ابيض. واقول لك ازاي نعمله بطريقه سهله وبسيطه. يلا بينا. اول حاجه الكميات براحتك خالص فيها. انا طبعا نزلت السوق الصبح، جبت 2 كيلو فلفل، وجبت 2 كيلو ليمون، وجبت كيلو فلفل من اللي هو الاحمر دوت. وكل الخضار ده غسلته كويس جدا 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 تحت الحنفيه وصفيته من الميه، لكن اختصرت على حضراتكم الخطوات دي. هنجيب حله نحط فيها الليمون بتاعنا ونحطها على البوتاجاز. الليمون يتسلق بتاعنا نص سلقه، علشان لو هنحتفظ بيه مده طويله ما يتهريش. طيب لو انا عايزه اكل منه بعد اسبوع يا نرمين، يبقى نسلقه 3/4 سلق. وبعد ما بنسلقه 3/4 سلق بنكون مجهزين ميه ساقعه. يعني مثلا لو انت في نيتك هتعملي ليمون مخلل، حطي مثلا قالب تلج في التلاجة وحطيه في طبق كبير، وانزلي عليه بالميه، الميه تبقى ساقعه متلجه. وناخد الليمون على طول من الميه المغليه نحطه في الميه الساقعه المتلجه. ودي بتوفر علينا ان احنا نقعد مثلا يومين 3 نغير له الميه علشان المراره اللي فيه تنزل. انا دلوقتي هحطه في ميه ساقعه متلجه وهسيبه طبعا لحد ما يبرد تماما. وبعد كده هدلق الميه، انا هغيره 3-4 مرات في اليوم اختصارا للوقت. علشان بقى ايه، هو انا المفروض اسيبه 3-4 ايام بره، كل يوم اشطفه 2-3 في اليوم واغير له. لكن الخطوه دي مش بنشوف فيها ريحه مراره خالص، يعني ما تقلقيش. يعني مثلا هنبتدي فيه الصبح، ممكن على الساعه 5 كده تبتدي تغيري له، تبداي في تخليله. انا طبعا جيت تقريبا كانت الساعه 8 الصبح شغاله فيه، وطبعا على الساعه 5-6 اخر اليوم بعد ما خلصنا الغدا واتغدينا وكل حاجه ابتديت اشتغل فيه. وطبعا مثلا ممكن كل ساعه نغير الميه، كل ساعه نغير الميه. انا هنا سلقان نص سوا، لان انا جايبه 3 كيلو فهيقعدوا معايا فتره، فمش عايزاه يتهري. وبعد كده خلاص هنبدا بقى في التخليل. نصيحه مني، بلاش وانتوا بتقطعوا الفلفل بايديكم كده، البسوا كلافز، لان الفلفل ده مولع نار نار نار. عايزه اقول لكم قعدت تقريبا يومين ايدي ملتهبه بسبب ان انا عملته بايدي. فبلاش تعملوا الخطوه دي لانه صعب. وعادي ممكن نحطه بالبذر بتاعه، ما فيش اي مشكله، يعني حطوه ببذره مش بيأثر باي حاجه خالص. لكن هو انا بس كنت دقيقه شويه، عايزه اشيل البذر بقى واعمل حاجه سبيشال يعني. فلا، قشره مش بيأثر في اي حاجه خالص. اوعوا تعملوا الغلطه اللي انا عاملاها دي، لان فعلا هي ملهاش اي ستيل لازمه. بس انتوا عارفين ان دماغي موسوسه شويتين. بعد طبعا ما خلصت الكميه كلها هفرمها بالهاند بلندر. ما عندكيش هاند بلندر تقدري تحطيها في الخلاط، علشان الخلاط يلف معاكي. ممكن نسقسق كده شويه ميه بشويه ميه لحد ما خلاطك يبتدي يلف. وما تحطيش كميه كتير في الخلاط، يعني كميه قليله، مثلا ربع كيلو. انا ده كيلو فرمته كويس بالهاند بلندر، وهبتدي احط عليه بقى الملح. كل لتر ميه بياخد 3 معالق كبار من الملح. كل لتر من الميه يعني عايري بازازه، هاتي ازازه بيبسي مثلا تكون فاضيه عندك، او ازازه ميه معدنيه تكون فاضيه عندك، هتلاقي مكتوب عليها المعيار. وكل لتر هحط عليه 3 معالق ممسوحه بمعلقه الاكل ملح، ونقلب. ده المعيار المظبوط لاي مخلل. مستحيل يعمل معاكي ريم، مش هيطلع حادق ومش هيطلع دلع. وبعد كده بقى البطرمان بتاعنا يكون مغسول بميه سخنه مغليه، ونبتدي ننزل بقى بشويه هريسه من احنا عملناهم في ارضيه المخلل. والفلفل الاخضر بيفضل في ارضيه البرطمان، وهنحط عليه الليمون علشان الفلفل ما يطفش على الوش ويعمل ريم ابيض ومش هيستوي. فلازم نحطه في ارضيه البرطمان، وننزل عليه برده بمعلقه هريسه. الهريسه دي بتدي طعم خطير خطير للمخللات. وطبعا لو انتوا مالكوش في الحامي، في بدل الفلفل الشطه فلفل رومي بلدي احمر في السوق. هاتي فلفل رومي بلدي مش بيبقى حامي، علشان طبعا لو انتوا مش بتحبوا الحامي وعندكم اي مشاكل صحيه. بعد كده هنزل بقى بالليمون بتاعي اهو. طريقه سهله وبسيطه، ونقدر ناكل منه ماكسيمم اسبوع. ولو انت سلقاه نص سلق يقعد معاكي ان شاء الله، يقعد معاكي حتى شهر 2-3 براحتك خالص. اهم حاجه واحنا بناخد منه ايدينا تكون نظيفه مش مبلوله ميه،
ولو حسينا ان الميه نقصت نقدر نظبط شويه ميه بشويه ملح صغنونه ونحطهم عليه علشان ما يعملش ريم ابيض على الوش. انا هنا كنت بكمل ميه وبكمل ملح، فانتوا بقى على حسب الكميات اللي هيجيبها، بس هنقول كل لتر من الميه عليه 3 معالق ممسوحين من الملح بس كده، ما تكتريش عن كده. وطبعا كل ما بتحطي بقى ميه زياده او مخلي الكميه اكبر بتزودي طبعا الملح. وبنغطي البطرمان بتاعنا خالص خالص. والملحوظه بقى اللي هقول لكم عليها عشان ما يعملش ريم ابيض على الوش، بصوا انا شايله كام معلقه هريسه على جنب كده، دول بقى بحطهم على الوش اهو كده. مستحيل يعمل معاكي ريم، مستحيل. طب يعني الريم ما احنا هنيجي ناخد منه وهيعمل ريم تاني. ما الليمون بقى بتاعك لما بيستوي بتجيبي بطرمانات صغنونه تعبيه فيها وتشيليه على جنب عشان يبقى استعمالك يعني ايه البطرمان اللي هيخلص تفتحي ببطرمان جديد، وكده تقدري تحتفظي بيه اكبر وقت. بصوا هنرجه كله في قلب بعضه كده كويس، ونركنه بقى في مكان كده يكون ننشف البطرمان بتاعنا، ونركنه في مكان بعيد عن السخونيه بتاعه البوتاجاز. وبعد اسبوع بقى انا مصوراه اهوت، بس مش هفتح عليه غير بعد اسبوع. طبعا ركنته على جنب وجيت لكم بعد اسبوع، لكن لو كان قعد 10 ايام كان بقى احسن واحسن من كده. لكن هو في المجمل بجد طعمه ممتاز رائع، ومش هيكلفك حاجه الا من رخيص في السوق والفلفل رخيص، واعمليه ببيتك بطريقه سهله وبسيطه. عايزه اقول لكم انا قبل ما افتح عليه اكلنا منه 3 4 5 مرات. يعني عايزه اقول لكم من ثالث يوم تقريبا لقيت البنات فتحوا عليه واكلوا. بيبقى حلو جدا جنب شويه مكرونه، جنب شويه ملوخيه، بجد خطير. جربوه وان شاء الله يطلع معاكم ناجح من اول مره. تعالوا بقى نفتح مع بعض عليه. بصوا لي بقى على جمال الالوان، احنا لا لاعبين في الوان ولا اي حاجه خالص. بصوا الشكل ولا الريحه بقى ما اقولكوش خطيره. بصوا عدى عليه اسبوع عمالين نمد ايدينا فيه، لا عمل ريم ابيض على الوش ولا اي حاجه خالص. واوعي تحطي خل في المخللات، لان هي بتساعد على السواء قوي بسرعه. ده الكلام بقى ده لو هتاكلي منه تاني يوم تالت يوم وعامله كميه قليله، لكن لو كميه كبيره كده فاوعي تحطي خل في المخلل. بصوا بدون اي خزعبلات ولا مكونات جايه من الفضه ولا اي حاجه خالص، شويه ملح وشويه ميه وهتعملي احلى مخلل بيتي في بيتك بطريقه حلوه وجميله. طبعا الدراسه داخله علينا، فبنبقى عايزين نعمل كل حاجه جاهزه في البيت، بحيث يعني ما انزلي يا بنتي اشتري كذا، انزلي يا ابني اشتري كذا. طب وليه؟ لو حسيتوا ان انتوا قدرتوا تستفادوا مني ولو معلومه صغنونه اعملوا لايك للفيديو، شيروا الفيديو مع اصدقائكم ومعارفكم.